تخيل تكون راكب طيارة وتهبط بعد نص ساعة وتكتشف إنك اتأخرت 30 سنة. اللي هتسمعه دلوقتي قصة حيرت العالم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم إسلام السيد، والنهاردة قصة غريبة جدا، قصة ناس صدقوها وناس أنكرتها. ويلا نبدأ الحكاية. في سنة 1955 رحلة رقم 914 طلعت من نيويورك ومتجهة إلى ميامي. الرحلة كانت عادية جدا، طيارين خبرة، ركاب طبيعيين، مفيش أي بلاغ خطر. لكن بعد أقل من ساعة في الجو الطائرة اختفت، لا استغاثة ولا إشارة ولا حتى حطام. والقضية اتسجلت رسمياً رحلة مفقودة. سنة 1985 برج المراقبة في كاراكاس فنزويلا استقبل إشارة غريبة: إحنا الرحلة 914 فين مدرج ميامي؟ البرج اتلخبط، الرحلة دي مش موجودة في أي جدول. لما سألوه عن التاريخ الطيار رد بكل ثقة: إحنا يوم 2 يوليو 1955. صمت. البرج قال له: أنت في 1985. الطيارة هبطت فعلا، الركاب نزلوا، ملابسهم قديمة، تذاكرهم أصلية، والأغرب وشوشهم مصدومة، كأنهم فاكرين إن الرحلة لسه طالعة من شوية. إحدى المضيفات قيل إنها قالت: إحنا وصلنا متأخر. لما الطيار بص حواليه وشاف عربيات حديثة وأجهزة غريبة رجع بسرعة الطيارة، وقبل ما يقفل الباب رمى حاجة صغيرة على الأرض: تقويم 1955. وبعدها الطيارة أقلعت واختفت للمرة التانية. طيب، هل ده حقيقي؟ القصة دي اتنشرت في مجلات وجرايد قديمة وبرامج رعب، لكن مفيش سجل رسمي للطائرة ولا أسماء ركاب ولا تسجيل برج مراقبة موثق. وده خلى محققين يقولوا دي أسطورة حضارية لكن اتبنت بذكاء شديد. ليه القصة دي لسه عايشة؟ لسبب بسيط: خوف البشر من الزمن. فكرة إنك تخرج من وقتك وترجع تلاقي العالم مش عالمك. القصة دي مش مرعبة عشان حقيقية، مرعبة عشان ممكنة نظرياً في عالم الفيزياء. سواء الرحلة حصلت أو كانت مجرد قصة، في سؤال واحد فضل ثابت: لو الزمن فعلاً لعب بيك هتختار ترجع ولا تكمل في عالم مش بتاعك؟ دي كانت قصة النهاردة، ولو حابب نكمل ملفات أغرب من كده اللي جاية أخطر. لو القصة عجبتك سيب لايك واكتب لي تحب نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية. واوعى تنسى، في قصص كتير الحقيقة فيها أغرب من الخيال.